الاقراص دي مش بتدوب في الميه، يعني احنا لو حطيناها كده هتفضل زي ما هي ماسكه نفسها. ايه وظيفتها؟ ان هي بتطلع الاسمده مع الوقت عند الجذور بتاعه النباتات، فبتسهل الامتصاص، وبتبقى حلوه جدا برضو لو احنا هنستخدم معاها سماد سائل، وحتى لو استخدمناها لوحدها بتبقى مفيده وبتريح دماغنا من الجرعات ومن تغيير الميه وهكذا. الحبايه بكل بساطه اهي بنغرزها تحت الجرش كده. طبعا مش بنحط حبايه واحده في الحوض، يعني خلينا نقول مربع 15 سم زي ده بنحط حبايه في نصه، طبعا مش في مربع فاضي، بتبقى في المربع اللي احنا زارعين فيه. يعني لو انا زارع في حته صغيره بس زي دي كده فممكن فيها حبايه واحده. طريقه استخدامها ان الحبايه بنحتاج ان احنا نغيرها كل شهرين تقريبا. هي سماده بس، دي مش سماد بس، دي سماد اولا للعناصر الكبرى، فيها شويه عناصر صغرى، وكمان محفز للجذور. يعني لو انا زرعت فرع جديد او كده، كمان حوالي 48 ساعة بالكتير بلاحظ ان في جذور جديدة نازلة من الزرع بتاعي. دي هديتنا ليكم بقى، لأي حد كان بيواجه مشاكل يحافظ على صحة الزرع بتاعه، تقدروا تلاقوها عند دكان شيلد في أي وقت. هي هتبقى متاحة في الفروع كلها إن شاء الله. شكرا ليكم. السلام عليكم.